هنجربه طبعا كده قبل ما نوصل السلوك بتاعته، لان طبعا لسه يروح يترش ويتشطب. هنجربه الاول عشان لو في اي مشكله ولا حاجه. طبعا هو ده هيبقى قوي جدا لان على درابوكس، بس مش هيبقى فيه سرعه سريعه لان الموتور صغير وبطيء. بطيء طبعا عشان الدرابوكس، بس هيديله قوه اقوى من التاني حوالي 5 مرات قوه كمان، لان طبعا مش عاملينه على جنزير. الجنزير طبعا بنكبر الترس عشان يدينا سرعه، اما ده عمود راكب على عمود فمش هيدينا سرعه، بس هيبقى ايه، هيبقى قوي وسريع. هنجربه لكم برضو دلوقتي وتشوفوه هو ماشي. طبعا هنطلع له تبه زي دي. تعالى كده صور من ورا. هنطلع له حته عاليه من زي دي عشان نعرف قوته قد ايه، وهنركب عليه 2 برضه اهو. ارفع. لا ارفع احسن اهو. بيرفع برضه لو عايز ترفع بيه. طبعا كل الحاجات دي لسه هتتظبط، الحاجات اللي بتخربط دي والحاجات دي لسه ما اتثبتتش، والبطاريات هي طبعا بتعمل صوت عشان لسه ما اتثبتتش، وده لسه ما اتثبتش. كل ده هيتثبت عشان الخربطه. طبعا لو في كاوتش هواء هيمنع الخربطه دي خالص، لان الكاوتش ده كبس. يا ريت لو حد عنده كاوتش من ده يتواصل معايا، او كاوتش اكبر من ده شويه يكون مثلا كاوتش هواء، هيبقى اسهل طبعا بكتير. يعني لو كاوتش هوا غير ده هيبقى اسهل من ده في المشي، لان ده طبعا كاوتش كبس بيخليها تخربط شويه، او في المطبات بتبقى شديده شويه. فانا بدي الفكره للناس اللي عاوز يعني. طبعا لو موتور اكبر من ده هيدينا سرعه اقوى من دي، لان ده موتور صغير خالص. استنونا ان شاء الله الفينش الاخير بتاعها يبقى شكلها ومنظرها احلى من كده كتير. طبعا البطاريات بتاعتها ما بتتحطش فوق هنا كده، البطاريات بتاعتها بتتحط هنا. ده مكان البطاريات اهو. كل الحاجات دي طبعا بتخش جوه، ما بتبقاش بره كده، والسلوك دي كلها بتتلم. ده مكان البطاريات فيها. طبعا اقل سكوتر الوقت بيعمل له حوالي 35,000 جنيه. السكوتر ده ما يكلفش 10,000 بالبطاريات بالوحدة بتاعته بالموتور بتاعته.
فرق جامد، فرق 20,000 جنيه بين ده وده، وده حدادي غير التاني خالص، ده أقوى طبعا. طبعا الشنطة دي ممكن نشيلها خالص، بس أنا قلت أسيبها نحط فيها أي حاجة، ممكن نقطعها من هنا كده، نقطع كل دي الداير دي عشان ما تبقاش شكلها كبير من ورا، فأنا قلت أسيبها كده نشيل فيها أي حاجة. فأنا منزل لكم فيديو التصنيع من الأول للآخر اللي عاوز يعملها، ويا ريت تجيب لها موتور كبير وتعملها على جنزير، لأن كل ما تكبر ترس الجنزير تديك سرعة أعلى، إنما أنا هنا مش موصل جنزير خالص. لو بصيت تحت كده مفيش جنزير، عمود راكب على عمود اهو. ده طبعا بيبطئ السرعة بس بيخليه شديد جدا، خلي الموتور شديد قوي. بس طبعا لو عملت هنا جنزير، لو في هنا جنزير احسن طبعا. الجنزير بيعلي السرعة، بتعمل جنزير كبير ترس كبير يعللك السرعة بتاعتها. اما كده عمود في عمود فما بيديش سرعة، يعني يعتبر واحد في واحد. انما لو في ترس مثلا هنعمله مثلا 1/10 1/5، فكل ما تكبر الترس كل ما تديك سرعة. فانا بدي الفكرة للناس واللي عاوز يعمل. استنونا بقى ان شاء الله الفينش الاخير. كل حاجة منزلين تصنيعها بالتفصيل. الكرسي طبعا بتعليه وتوطيه عادي زي ما انت عاوز، والجدول نفس الطريقة. السكوتر سرعته كده مش عجباني خالص، سرعته بطيئة، فاحنا هنزود نكبر العجل شوية، نجيب له عجل هوا، عشان طبعا العجل اللي فيها ده في الأرياف هنا ما ينفعش في المطبات، العجل صغير وبيخربط، فهنشوف لها عجل كبير هيزود السرعة شوية، لأن السرعة دي مش عجباني خالص. هنعملها لكم طبعا في الفيديو الجاي ان شاء الله، هنكبر لكم العجل وهنزود لكم السرعة، وهنشوف الفينش الاخير هيبقى شكله ايه. طبعا احنا ما بنحبش نضحك على حد، كل حاجة بنجيبها بالتفصيل. ممكن اسرع الفيديو واخلي البتاع سريع وكده، لا ما عندناش الكلام ده، عشان ما نضحكش على حد، عشان الناس اللي عاوزة تصنع. فان شاء الله هنكبر العجل شوية وهنوري لكم السرعة النهائية بتاعتها، وهنوريها لكم الفيديو الجاي.